السلام عليكم. اليوم بغيت نحضر واحد الحلوى ساهله في التحضير واقتصاديه وبغيت نشاركها معكم. نقول بسم الله. عندي هنايا 5 ديال البيضات. اي زلافه عبرنا بها البيض نعبروا بها السكر والزيت. بسم الله. عندي 5 ديال البيضات، غنزيد عليهم نفس المقدار ديال السكر سنيده. عبرنا نفس الزلافه، اي زلافه تعبروا بها سواء صغيره سواء كبيره، تاخذوا نفس المقياس. المهم نتوما ديروا القدر اللي بغيتو، نفس المقدار ديال الزيت. نخلط كلشي مزيان تذوب لنا السنيده. ندير معاهم جوج اكياس سكر فاني. انا غادي نقول معكم المقادير ونبدا في الوصفه. بلدهاش غنبدا راه غادي ناخذ غير هذيك السنيده رقيقه. دابا السنيده رقيقه وبقات لي الغليظه مازال كنخلط فيها. هذه راه الحلوه ديال الطوابع ديال الزمن الجميل. نوريكم المراشم باش غادي نقطعها دقيق شويه بشويه. ندير غير شويه بشويه باش ما تقصحش لينا الحلوه. نزيد 2 خمارات. هذه وحده ديال 7 غرام وحده ديال 8 غرام، وجوج خمارات في المجموع بحال اللي عندكم ديال 7 غرام ولا ديال 8 غرام بحال. نجمع كلشي بهذا الشكل هذا. وغنزيد واحد الا عندكم هذه مايزينا دقيق الذره ديروه. ما عندكم انا عندي هذا كريم باتيسير او برا. دير 2 معالق عامرين مزيان. كيخلي لينا هاد الحلوه تجي هشيشه. خلط كلشي. هو ما كنعجنوهاش غير كنجمعوها صافي بهذا الشكل هذا. غادي نبقى على هذه الطريقه. غادي نبقى نزيد دقيق شويه بشويه حتى تجمع ليا الحلوه، حتى تجمع ليا العجينه. نرجع معكم. العجينه ملي جمعتها كتجي على هذا الشكل هذا. درت ليها شويه ديال الزيت باش تجمع، كتلصق في اليدين. ها هي. راه الا بغيتو تنسموها بقشور ديال الليمون، البرتقال، ديال القشور ديال الحامض، يمكن لكم كيجيو فيها زوينين. وانا درت ليها غير لافاني. بغيتو ديروا لافاني بوحدو، كل واحد داكشي اللي كيعجبو على حسب الذوق ديال واحد. ها هي البنات بديت كنقطع فيها. عندي هذا المرشم هذا ديال الزمان الجميل. هذا ما عرفت شكون غادي يكون عنده مازال قليل اللي غادي يكون عنده مازال غير هذا راه ديال زمان. وعندي بزاف من هادو. عندي هذا اللي بغا يدير فيه مربعه، هذه مربعه كبيره وهذه مربعه صغيره. هذا القلب، عندي هذا القلب هنا. المهم غادي نقطع دابا ونوريكم. دابا قطعت انايا بالنجمه هاديها. سرحته بالثلاك بشويه ديال الدقيق وسرحته بهذا، سرحته بالثلاك. الوراق غادي قطعته بهاد الورده هذه. دابا غادي نستف هذه ونرجع معكم نسرح معكم واحد العجينه. غادي نسرح معكم هاد العجينه البنات. كنرش الدقيق كنديرها على هذا الشكل هذا. هذا ديال المراشم ما كيبغيش يكون رقيق بزاف. ما ديروش العجينه رقيقه، ديروا العجينه تكون غليظه شويه بينو وبين. ما تكونش ثاني غليظه بزاف، ما تكونش رقيقه بزاف. ورشوا بالدقيق. ولا بغيتو كاع تجي ساهله ليكم سرحوها فوق ورق الطبخه ولا فوق بلاستيكه. غادي
كتجي ساهله بديك الطريقه، كتجي ساهله حتى الا غادي تهزوها راه كتجي ساهله، واخا ملي كتلصق. غادي نقطع معاكم غادي تشوفوا. غادي نقطع بالقلب، نقطع هذا القلب هذا، نبدا من هنا باش منخسروش، ما تشدش لينا العجينه بزاف، نحاولوا ما تشدش لينا العجينه باش ما نعاودوهاش كل مره. حتى الا شرط لكم العجينه وشفتوها قاصحه شويه زيدوا ليها من ديك العجينه طريه. انا هذيك اللي مازال ما سرحتهاش، خصني انا دابا نسربي. هي كتهز بسهوله، هي راه كنهزها دغيا. هي الا بغيتو تهزوها بالموس تهزوها بالموس، واخا ما كتحتاج. الا لصقات لكم شي وحده هي دغيا كتهز. هي كنتمنى تكونوا فاهمين الطريقه. هاد العجينه البنات راه درتها على هذا الشكل هذا، ودرت هنا واحده بيضه مع شويه ديال الخل، بيضه كامله نضربها وندهن بها هذه الحلوه هذه. هو البنات دابا كندهن هاد البيضه مع شويه الخل بهذا الشكل هذا، ندهنو البسكويت ديالنا بهذا الشكل. هو بشكيطو واحد داكشي اللي كيسميه بهذا الشكل هذا. ندهن ليه غير شي وحدين باش منبداش منطولش الفيديو بزاف. كنرش عليهم الجنجلان، كنزينهم بالجنجلان هكا من الفوق بهذا الشكل هذا، وشويه ديال السنيده. والسنيده اختياريه، بغيتي ديروا شويه ديال السنيده ما تكثروهاش، اولا ديروا غير الجنجلان بوحدو، حتى بالجنجلان بوحدو كيجي زوين. سنيده حتى هي، ها هي سنيده على هذا الشكل هذا. وملي كطيب الحلوه كتجي على هذا الشكل هذا. كل الشكل كندير فيه شويه بهاد الطوابع، هذه النجمه وهذا داك اللي دار بحال الهلال، وهذه حتى هي. المهم كل الشكل كنقطع فيه شويه. وهذا ديال القلب هو اللي درتو كتير، ودرت هذا هو صغير. هاد الحلوه كتجي هشيشه بزاف بزاف، كتجي لذيذه مقرمشه وهشيشه. الا جربتوها غادي تعجبكم. معاكم هذه تشوفوها، ها هي راه هشيشه. كنتمنى تجربوها، الا جربتوها راه غادي تعجبكم، حيت كتجي لذيذه بزاف. كنقدموها مع اتاي بالعشيه. ودابا غادي نقول لكم الفيديو ديالنا وصل النهايه ديالو، وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. خليت لكم الراحه.